ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقال ثلة من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلة جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطب شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن الله كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسره الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على الهبش أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا
ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين
السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم
صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه بالصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات وأوسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وابرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله صلاة عليه روح المصلي عليه به فينبسط في قلب مرسل لتعلقه به وحبه ويكتبها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه إلى الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء
قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهابي يا معدن الجود وأنادي يا تهابي يا معدن الجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن يا الجود طراز الكون إني عاش وسطهان يا طراز الكون إني عاش وسطهان مغرم والبدح فني مغرم والبدح فني يا بدر الزمان مغرم والبدح فني يا بدر الزمان قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بذور أنصران التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه فذات القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فانطلقت عليه بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من سر ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل ببروج ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى وقد الله قدر عليه الأزلية بما قدرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله وكان عليه مستقر بالأنصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله ونورا عليه حير الأفكار ظهوره وبارا فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور محروس صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشار أوصى بذلك الموصوف صلى الله تشريقا عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإن
ولكن أنزلني إلى تدوين ما بث من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت الآيات بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاضه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. صلى الله وقد عليه. بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد خرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله ولما كانت عليه. السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصنام وبطون ما شرفت من العالمين. صلى الله فتنقل عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من أسست بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتنقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسولها صلى الله فحملته عليه. برعاية
حاجة الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا نشكو من ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزنا عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج الله عليه بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. صلى الله عليه. فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور واختشام نبي ذكره في كل أرض نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور ولسقام نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور ولسقام ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تضلل بالومام يا خير هادٍ للأنام تسامى يا خير هادٍ للأنام تسامى
عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على عطفا فيك غرام غراما أنت الذي شرفت كل مشرفين أنت الذي شرفت كل مشرفين ومنحتنا يا ذا الندى يا إمام إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختام ختاما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا
بالمرسلين ختاما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما حبي يا ريح الإيمان وكون الإعصار حبي في أرجاء الأرض وكون الأنوار حبي يا ريح الإيمان وكون الإعصار حبي في أرض الأرض وكون الأنوار حبي يا ريح الإيمان وكون الإعصار حبي في أرجاء الأرض وكون الأنوار حبي يا ريح الإيمان وكون الإعصار ربي في أرجاء الأرض وكون أنوار وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب ونوطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والقدرة كشف كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الذور نورا فاق كل نور صلى الله وأنفذ عليه الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة وأن يحضر عند وضع أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله فات الوقت عليه الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد الكون ابتهاجا بوجود المؤمنين
المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا اليمن غران واستضيئوا بجمال يا رسول الله ففي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يزوره العدد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا اللهم صل على رسول محمد. الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجايه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ودينا اللهم صل على محمد. سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا بجواري خير مقام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
جاء أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد تسمى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله له الملك السهل واللحظ المتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولو ما سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن رشد عطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأشرف خصوصية. فما من هلك في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجمل في وجه الحبيب وشانه ولولا في مجده ومكانه. أوصاف قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأسنى مني أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من تعالى علوه في ارتفاع علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك
وخذ بنا في طريق الاتباع طريقة المجتبى أحمد مصطفاك نسير في ضوء هذا كالشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك يا خير محبوب للمولى الوداع الله قربك منه واصطفاك لك سير ما كان حقه أن يوداع ليلة من بكي لا موت عطاء قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل منا جميع الهم وزل منا جميع الهم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزل منا جميع الهم وزل منا جميع الهم ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا عم جوده وفضله علينا عم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم طابت بذكره مشاربنا الله طابت بذكره مشاربنا وكم منا له علينا كم وكم منا له علينا كم قد تمم الله مقاصدنا قد تمم
وكم أغنى الله الله وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم الله مقاصدنا وتمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم في جنات خلد يدخلنا الله الله في جنات الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم آمين يا الله يا رب يا رب آمين مقاصدنا وتمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال في بداية الهداية واعلم أن العبد في حق نفسه إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي أو رابح وهو المتطوع بالنوافل أو خاسر وهو المقصر على اللوازم فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا فإن رضيت لنفسك بالنزول من على عليين فلا ترضى لها بالنزول إلى أسفل السافلين فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. انتهى. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, fi haqqi nafsihi, di dalam hak pribadinya, imma salimun, ada kalanya hamba tadi itu yang pertama adalah orang yang selamat. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian yang pertama adalah orang yang selamat. Amin Allahumma. Siapa mereka yang dikatakan salim? Salimun, orang yang selamat. Wa huwa al-muqtasir ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Dialah orang yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mempunyai amal selain itu kecuali melakukan ibadah yang wajib, yang fardu, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu, dipastikan selamat. Orang yang sudah tidak seperti ini, dia tidak melakukan perkara yang wajib dan tidak meninggalkan perkara yang maksiat, maka sangat kemungkinan sekali orang itu akan menjadi orang yang selamat. Yang kedua,
Fa illam takdir an takuna rabihan fa illam watar au rabihun. Yang kedua adalah orang yang beruntung, orang yang mempunyai banyak hasil atau laba petena banyak, ya, orang yang untung. Siapa mereka yang untung? Wa huwa al mutatawwi'u bin nawafili. Mereka adalah orang yang semangat mengerjakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang wajib ini ibarat rosmal bendena. Untungnya betena yang sunnah, qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, witir. Ini adalah untung kita. Kalau modal kita yang wajib, kalau sudah modalnya hancur ya hancur. Nah, modalnya hancur, tak beli benda, ya, modalnya tidak kembali modal, otomatis hancur. Yang kedua, dia adalah orang yang robeh. Siapapun orangnya yang dia tadi itu sudah berusaha untuk bisnis, maka harapannya ingin untung. Dia ngambil barang 1 juta, maka dia akan tawarkan 1,5 juta. Untungnya nanti ada untung. Tidak mungkin orang yang bisnis dia akan kembali modal, tidak mungkin. Sampai anda berapa? 1 juta, jual 1 juta, tak mungkin. Nikah pun rugi termasuk. Kenapa? Karena tidak dapat untung, hanya balik modal, termasuk orang yang rugi. Maka orang yang beruntung adalah orang yang banyak melakukan amal ibadah sunnah. Nih hadir majelis nih, untung sampean pun. Solawat, Al-Quran, zikir, majelis ilmu, majelis taklim, berjamaah, nih robih, menterontong insyaallah. Yang ketiga, au khasirun, orang yang rugi. Nih paling bongol orang nih. Dia modal 1 juta kembali 700, hilang 300.000. Paling bongol, paling goblok. Modal 100 juta, molen 1 juta. Tak lebih kolana, ya. Benar untung justru rugi. Siapa mereka? Wa huwa al-mugassir 'alil lawazim. Dialah orang yang sembrono di dalam melakukan yang wajib. Salata ngacak, Ramadan ngacak, acak-acakan kabi. Akhirnya untungnya tak ada, untung, apalagi untung, modal pun tidak balik modal. Berarti termasuk orang khasir, bukan lagi orang rugi, khasir, celaka orang aneka. Sudah dikasih modal sehat, ya, kasih modal kaki, dikasih modal mata, dikasih modal telinga, dikasih modal sempat, sehat, tapi modal tadi itu tidak gunakan untuk meraih daripada keuntungan. Model enggak, sampean punya uang 100 juta, enggak mungkin sampean diem, minimal deposito, minimal punan deposito. Enggak mungkin sampean taruh di rumah, taruh di laci, taruh di selorokan, di almari. Mungkin akan sampean punya akal pikiran, ya apa kalau kita beli barang ini, kita kulaan ini, usaha ini, buka ini, jualan ini, maka yang kita harapkan adalah untung. Ya wailana, sungguh celaka kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya, justru bukan kita mendapatkan untung, justru rugi dengan apa tadi itu, mempergunakannya dengan maksiat kepada Allah. Kesempatan dibuang begitu saja, kesehatannya dibuang tanpa ada amal ibadah, tanpa ada nilai positif. Dekik mulai tua mau cak Quran tak bisa, dekik mulai bangkrut baru sedekah tak bisa. Nih sandi modal, ya, sandi modal apa baik? Modal zahir, modal batin, modal kesehatan, modal uang kelebihan daripada harta benda. Ini untuk rosmal kita, modal kita gunakan supaya kita mendapatkan keuntungan besar. Kalau kita tidak menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang beruntung, robihun, illam takun min a'la iliyin fala takun asfala safilin. Jika kamu tidak mampu menjadi orang yang pertama, yakni orang yang mempunyai harta yang orang mempunyai untung yang besar, maka kamu jangan menjadi orang yang terakhir, jangan menjadi orang yang rugi,
jangan menjadi orang yang hancur, hancur dunyana, hancur akhirat. Naudzubillah. Semoga majelis kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal wajib kita semoga diterima oleh Allah, dan amal-amal sunnah kita akan menyempurnakan amal yang wajib bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجه بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا، وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره،
ووالاه وداهرا وأم ببركاته وشريف بجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.